الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات، مرحبا. هلا الزعماء والقادة الدينيين أو زعماء وقادة الأحزاب العقائدية الدينية تنسج حولهم الكرامات والمعاجز يعني في إطار تسويق صورة أسطورية عن هذا الزعيم. الآلة الإعلامية، المؤسسة الإعلامية التابعة لهذه الأحزاب تنسج حول زعيمها قصص وخرافات وترهات ذات خلفية دينية بغية تقديم الزعيم في الصورة على أنه ولي ومخلص ومنقذ وصاحب كرامات ومعاجز من هالقصص هي. أما أن يلجأ حزب يساري وعلماني وإلى هذه الطرائق الدينية، الطرائق الصوفية أو الطرائق التي تستند إلى الدين في تقديم الزعيم وتعظيم شأنه وتأليئه ورفعه إلى مصاف الآلهة والقديسين والأنبياء، هذا السلوك يعني سلوك مارسه مش بس على المستوى الكردي، يمكن على المستوى العالمي. أكثر حزب لجأ إلى هذا الأسلوب في تقديم زعيمه والترسيخ الصورة الأسطورية الخلاصية الإنقاذية عن الزعيم هو حزب العمال الكردستاني وزعيمه أوجلان. طبعا الحزب لم يمارس هذا السلوك هكذا من تلقاء نفسه، إنما لأنه الزعيم أوجلان كزعيم يساري وثوري ومناضل وعلماني ومن القصص كان ينتقد الأديان في أدبيات الحزب وإيديولوجية الحزب بحكم يعني شخص يساري ماركسي لينيني، ولكن كان ينصب نفسه أو يستند إلى تسويق ذاته القيادية طبقا للأساليب والطرائق المعتمدة في الأحزاب الدينية. طبعا هذا الموضوع ربما لا يسترعي انتباه الأخوة العرب وربما الكثير من الأكراد أيضا، يعني وحتى من الموالين من ضمن الأكراد الموالين لهذا الحزب. هذا الأسلوب لا يسترعي انتباههم، يعني أنه أو مرور الكرام. أنا أيضا في يوم من الأيام كنت من الناس المفتونين بهذا الزعيم، وجزء من هذه الفتنة وهذا الانبهار كان يتأتى من التسويق الإعلامي أو التسويق الفكري والثقافي اللي كان يعني يتبعه زعيم الحزب، وتقوم الآلة الإعلامية للحزب باستكمال تكريس هذا التصور عن الزعيم لديه ولدى الكثير من الموالين للحزب. هذه الصورة النموذجية الأسطورية الخرافية عن عبد الله أوجلان ما زالت موجودة، وهذه الأساليب ما زالت متبعة ضمن المؤسسات الإعلامية أو ضمن الحزب بشكل عام، يعني على الصعيد الإعلامي. لكن يمكن وكثيرا ما كتبت في هذا الخصوص بعد 2013 بإمكاني أن أقول يعني بمنتهى الوضوح أنه العمال الكردستاني حاليا برأسين: الرأس المؤسطر أو الخرافي أو يعني الذي يمتلك المعاجز والمقاوم الأكبر والمقاوم الأول والمعلم الأول والمهندس الأول وقائد الشعب الكردي والثوري الأول وكل يعني من الأساليب، وهو عبد الله أوجلان. لكن الرأس الفعلي الحالي للحزب هو الرئيس جميل بايك، من حتى قبل 2013 كمان. عمليا جميل بايك كان خلف الستار يقود
الحزب، وفي الواجهة مراد قريلان أو كريلان، وخلف الستار خلف هذه الواجهة كان يقف جميل بايك. الآن بدأت تتوضح المسارات، يعني جميل بايك يحاول أن يعني يسعى لأن يتحول إلى أوجلان الثمانينات والتسعينات لدى النظام السوري، ويعني ألمحت في فيديو سابق في هذا الخصوص. وعبد الله أوجلان حسب التسريبات أنه هنالك جولة مفاوضات جديدة بينه وبين النظام التركي بدعم أو برعاية أمريكية أو يعني شيء من هذا القبيل. وأنا أتمنى أن المفاوضات مع الأتراك أن تصل إلى نتيجة. أردوغان وحزب أردوغان وآكابا ومن هالقصص هي كلياتها، اللي أنا من أكثر الناس اتهاما بأنني خائن وعميل وأتقاضى الدولارات من أردوغان ومن الديمقراطي الكردستاني. الآن مرة أخرى زعيم الحزب في سجنه يتفاوض مع هذا التنظيم الأخواني والراعي للإرهاب ومن كل هالديباجات التي تقال في الإعلام التركي. هذا موضوع آخر سأتناوله بشيء من التفصيل، لكن ما يهمني الآن يعني الإشارة إليه هي هذه الطريقة الدينية أو هذا التقديم الديني لعبد الله أوجلان في الإعلام التابع لحزب يفترض أنه حزب علماني ويساري من الأكاذيب التي خدعنا فيها، وما زال الكثيرين يخطئون فيها. طبعا هذه الانتقادات عندما أقولها باللغة العربية يعني تثير حفيظة بعض الموالين للحزب بشكل وآخر، يعني وأنه هذه الانتقادات تصبح وثيقة في أيدي المعارضة السورية والمناهضين للحقوق الكردية، ويستخدموها ويقولون ها انظروا هوشان غوسي الذي كان مع العمال الكردستاني وكاتب كردي وينتقد حزب العمال الكردستاني. هم يعني هؤلاء أصحاب وجهة النظر هذه وهي محل احترام وأخذ ورد، يعني ينظر أنه ينبغي علينا السكوت لئلا تفتضح أمورنا ويستخدم الآخرون انتقادات هوشان غوسي ضد الكرد وضد الحزب العمال الكردستاني. لكن حزب العمال الكردستاني يستهدف الكرد، يسحق الكرد، يشوه القضية الكردية، يشوه المثقفين الأكراد، يستهدف التاريخ الكردي، يستهدف الحاضر الكردي، يستهدف المستقبل الكردي بسياساته وممارساته. هاي مش مشكلة، هاي يعني تبقى بيننا نعالجنا، لكن هذه المشاكل ما تطلع برا، خليها في القلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح وتخلي مثلا آخرين والائتلاف والمعارضة السورية وما بعرف مين يستثمروا هذه الانتقادات ضد. هذا هو هاجس يعني أو نمط من التفكير ينتمي إلى المنطق القبلي، المنطق أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، أو إنه خلوا هي الأسرار أو غسيلنا الوسخ في بيتنا وما يطلع لبرا وننفضح قدام الناس أكثر ما نحن مفضوحين، يعني على أساس إنه العالم يجهل ما يجري في الساحة الكردية. عموما أسلوب أوجلان، وبإمكانكم العودة إلى أدبيات الحزب وإلى كتبه قبل اعتقاله في فترة التسعينات، مطلع التسعينات. دائما حزب العمال الكردستاني كان يصف نفسه بأنه حركة الانبعاث وملحمة الانبعاث، وأن الأكراد كانوا موتى ونحن بعث الأمة الكردية، نحن من بعثنا الأمة الكردية. وكلمة البعث الفاجين يعني ترد كثيرا في أدبيات الحزب منذ مطلع التسعينات، حتى كان هنالك كتاب عبارة عن حوار مطول ما بين يالشين كيتشك وعبد الله أوجلان
صدر في 92 تحت عنوان ملحمة الانبعاث. ويعني خطوة 15 آب هي خطوة الانبعاث ومرحلة الانبعاث وملحمة الانبعاث، كل شيء له علاقة بالبعث والانبعاث كان وارد في طبعا من يبعث الناس من القبور؟ الله، الآلهة يعني هو الذي يبعث. لا في يعني ممكن يأتيني واحد من فلاسفة ومناظري الحزب يقولون هذا تعبير مجازي. هذا تعبير مجازي آتي من قاموس ديني، والحزب الأيديولوجي والعقائدي ما بيحكي بالقصائد والشعر تعتمد على المجاز، يعطينا تنظيرات وتوصيفات وتقييمات اجتماعية اقتصادية، يعني ينبغي أن تستند إلى علم الأعراق والأجناس، إلى علم الاجتماع، إلى علم العلوم السياسية ويعني والفلسفة، مو تستند إلى الأدب والنقد المقارن والمجاز ومن هالقصص. إجمالا في فترة التسعينات كثيرا ما كان أوجلان يشبه نفسه بإبراهيم الخليل. ليش إبراهيم الخليل؟ لأن إبراهيم الخليل كان يعاني من ظلم نمرود وهاجر من أورفا إلى فلسطين أو إلى منطقة الحجاز ومن هالقصص، وهو أيضا من أورفا وهاجر وأتى نحو الشرق الأوسط. وأحيانا يشبه نفسه بالنبي محمد اللي حطم الأوثان، هو أيضا يعني حطم الأوثان الكردية ونصب نفسه وثنا واحدا أحدا على الكرد. هذا في فترة التسعينات. بعد اعتقاله حتى في فترة التسعينات كان يشبه نفسه أيضا يعني يسوع المسيح المخلص، مخلص الأكراد والشعوب الأخرى. وجلا العلماني الماركسي اليساري ما كان بيلاقي يعني انه يشبه نفسه بستالين او لينين او تروتسكي او بيلخانوف او ماوتسي تونغ او تشي جيفارا او هوشيمين، يعني هل القيادات اللي لها تجربة عسكرية. وجلا ليس له تجربة عسكرية، لم يطلق رصاصة واحدة، لم يقضي يوما واحدا في الجبال، فكيف له أن يشبه نفسه بستالين أو بماوتسي تونغ أو بهوشيمين أو بتشي جيفارا يعني الشخصيات اليسارية المعروفة. حتى يعني يعني هذا الأسلوب، هذا السلوك، سلوك عبد الله أوجلان بتشبيه مقارنة نفسه يعني كان بإمكانه أن يقارن نفسه بشخصيات أخرى في التراث الإسلامي، شخصيات لها تأثير مثلا فكري في ابن رشد لنفترض يعني، أو الحلاج، أو شخصيات يعني عانت ودافعت عن قناعاتها ومبادئها في التاريخ ودفعت أكلاف ذلك في التاريخ الإسلامي. لا، يعني هو ما عنده يعني الصف الثاني والثالث، لا، القيادات الأولى يعني الأنبياء، يشبه نفسه بالأنبياء. هذا كان في حقبة التسعينات، واللي بيرجع لأدبيات الحزب في تلك الفترة سيرى وأنا قارئ يعني، أو أزعم أنني قارئ جيد لأدبيات حزب العمال الكردستاني، لأنه أنا كنت ناشط ضمن هذا الحزب في فترة التسعينات، وبالتالي يعني ينبغي أن أكون مطلع على أدبيات حزبي، لأني على تماس مع مؤيدي ومناصري الحزب ومع المعارضين. فبالتوازي إلى الجانب التثقيفي من أدبيات اليسار وكتب أخرى، يفترض بي بالدرجة الأولى أن أقرأ أدبيات حزبي. فيعني أزعم بأنني قارئ جيد ومطلع على تاريخ وأدبيات حزب العمال الكردستاني في حقبة التسعينات. فيما بعد اعتقاله أيضا صار يشبه نفسه بالمسيح على خشبة الصليب، والمسمار الأول في أثينا، ومسمار في أنقرة، ومسمار في اليونان وفي كينيا ومن هالقصص، وشطحات أوجلان وثرثرات أوجلان التي لا نهاية لها
أصلا يعني ينبغي أن يكون هنالك فيديو خاص لكتب أوجلان وكمية الثرثرة والتكرار الموجودة فيها. ربما مستقبلا نتناول هذا الموضوع. يعني إجمالا أوجلان دائما يكرر هذه القصة، والحزب أيضا يكرر، وكأنه يعني أوجلان هو المسيح المخلص اللي تم صلبه مرة أخرى. يعني هؤلاء أوجلان وهؤلاء عندما يعني يتبعون هذا التوصيف يسهون أنه في التراث الديني هنالك شخصية تزعم بأنها المسيح والأعور الدجال، يعني يأتي ويدعي أنه هو المسيح الذي صلب وكذا، ومن في الفترة الفلانية، أو في يعني من علامات الكبرى لقيام الساعة. فأوجلان في كتبه أيضا الكتب التي صدرت له بعد اعتقاله يتبع هذا السلوك، وبل يفاقمه. يعني شي مرة يشبه نفسه بالمسيح، شي مرة بيشبه نفسه ببروميثيوس والأسطورة اليونانية اللي سرق النار من زيوس وأعطاها للبشر وتمرد ولقي العذاب واللعنة من زيوس، ومن القصص هي كلياتها. سنرى في هذا المقطع من الفيديو يعني وفي نوع من الجانب الفكاهي مشان أن نرطب يعني المزاج العام شوي. وفعلا الموضوع يدعي يعني مدعاة للسخرية والتندر. يعني مذيعة لا نتكلم، سأتكلم فيما بعد لنشاهد هذا المشهد. دابا خذت بجد بدمك وأزبتوش كبوم دبي أزتشوم تعليم قرآني دبي دمك وتعليم قرآني دبي ما مسلم جمرة قوتية إشارتها فتح كرلي السر عالياتها هي تأني إشارتها فتح كرلي ويدا ميل السر عالياري بري قال كردي توك ملاكمة يا عم يا أختي. طب حد فيكم يكلمها بقى، بلاش أنا أكلمها. غير سروكا وكفي إنساني باقج نرابونا بفكري باقج نرابونا ونارا بنجي جبو إيروجي أدبيجم أفتشتي قوي قوتيا وبدو كتيا والبايتشويا أو تشتوي حميجي بكم نجيه خدا ولا وكبي بكبنا خدمتا في ملتي دا بكبنا آشيتيا في ملتي دا بكبنا دوزا في ملتي دا تشتا سروكاتي قوتي أو تشتا جسدي هر صد الجمع ويبجهوه جبو فيروجا بيروس مثل ما شفتوا كما رأيتم في الفيديو، مذيعة تسأل أحد رجال الدين الموالين للحزب على قناتهم الرسمية أن أوجلان يقول في أحد كتبه يتحدث عن طفولته. أوجلان يتحدث عن طفولته أنه في سنين الطفولة ذهب إلى الكتاب، إلى الشيخ لكي يتعلم قراءة القرآن، فقال له شيخه إن على جبينك تظهر علامات الفتح، معالم الفتح على جبين أوجلان. فالمذيعة تسأل هذا الرجل، رجل ختيار أعتقد كان اسمه ملا بشير أو هيك شيء، إن كان ما زال حيا فليرى كلامه والذي قاله قبل سنوات، وإن انتقل إلى رحمة ربه فعليه الرحمة والمغفرة، وله المغفرة. المذيعة تسأله أنه أوجلان قال عن نفسه كذا، قال عن معلمه أنه معلمه وشيخه ذكر له بأن على جبينه تظهر علامات الفتح، بمعنى يعني إشارات النبوغ يعني شو أكثر هيك تعبير مناسب لهذه القصة، علامات. فهل رأيت هذه العلامة على جبين قائد الشعب الكردي أثناء تواصلك معه؟ سؤال محرج.
أن قال رجل الدين بأنه نعم أنا أيضا رأيت علامات الفتح على جبين أوجلان، فيعني الرجل يدخل نفسه في مطب الكذب. يعني أي علامات فتح موجودة على جبين أوجلان؟ لأن كلنا أو كل البشر شافوا أوجلان، لا شفنا لا علامة فتح على جبينه وهو يعني ما شفناه كطفل، بس شفناه رجل، بدليل وجوده في السجن منذ 20 سنة، والدليل أنه تاريخه الدموي وضلوعه في الكثير من التصفيات، والعشرات والمئات من عناصر الحزب قتلوا بأمر منه. وين علامات الفتح من كردستان المستقلة الاشتراكية الديمقراطية إلى جمهورية ديمقراطية وشيطنة الدولة القومية ومن هيك قصص؟ وين علامات الفتح اللي تظهر على جبينه؟ إذا سؤال يعني محرج للرجل، يعني رجل مسن، يعني قد بنت هذا الشيخ وبتسأله إنه هل رأيت علامات الفتح على جبين قائد الشعب الكردي؟ تفضل احكي. فالرجل لا يجيب بنعم أو لا، لكن صحيح أنه لا يجيب بنعم أو لا، أنه شفت أو ما شفت، لكن يتحدث بإعجاب وإطناب وأسطرة وتوثيق عن السيد أوجلان، ربما لا يرقى إلى هذا الوصف إلا الأنبياء والمرسلين، أنه شخص كامل لا نقصان فيه، ولن يأتي بعده، لم يأتي قبله أحد بين القادة والزعماء أحد مثل أوجلان، ولن يأتي بعده. هذا كلام الرجل. كل الكرد السوريين يعرفون اللغة العربية، أو إذا كان ترجمتي غير دقيقة فيعني فليأتوا ويقولوا لي إنه والله ترجمتك لكلام الشيخ الجليل هذا اللي حكى بالكردي، والله كلامك مش دقيق. بالحرف الواحد بالكردي الفصيح بيقول لم يأتي قبله ولن يأتي بعده، وكل الأفكار التي قالها ونادى بها ستتحقق. هذا يحكي عن يقين، هذا مش شخص عادي، هذا رجل متدين ملتزم ومعروف في المنطقة كملا، رجل دين. يعني أعتقد قرى تربسبية ومناطق تلك المناطق في فترة التسعينات كنت يعني عندما كنت ناشطا أحيانا يصدف أن نلتقي بهذا الشيخ الجليل اللي بيمدح أوجلان بهالطريقة. طبعا هذا ليس الوحيد، يعني المدائح التي تكال لأوجلان وأسطرة أوجلان تأتي على أفواه رجال دين. فمن الطبيعي يعني أن يتعامل بعض مؤيدي وربما قيادات الحزب مع أوجلان على أنه قديس ورسول، ومكان ولادته حج، ومكان البيت اللي عبروا عندما أوجلان عبر الحدود في كوباني، البيت الصيدلاني نعسان اغتيل كان يعني يساري من أعضاء حزب اليسار الكردي. نعسان كان صيدلاني من كوباني. البيت الذي استضاف فيه صاحب الدار أوجلان، وفيما بعد يعني اختلف معهم بالضغط والإكراه. حزب العمال الكردستاني وضع يده على البيت على أنه هذا بيت القائد، بيت القيادة، وبدون يحاولوا لمتحف لك، هذا عقار تابع لشخص آخر، المرحوم الصيدلاني من كوباني، والذي اغتيل في 85، ويشتبه أنه العمال الكردستاني وراء اغتياله والنظام السوري. يعني شو كان اسمه نسيت.
فحزب العمال الكردستاني وضع اليد على هذا العقار على أنه والله زي بيت القائد ومكان القائد، وسنحول إلى مزار وإلى متحف ومن هالقصص هي. يعني شيء غريب. بيته في قريته نفس القصص. يحتفل الحزب بعيد ميلاد أمه وطبعا الحزب لا يذكر شيء عن والده. نفس النزوع الأتاتوركي. الكماليست الأتاتوركيين بيحكوا عن أم مصطفى كمال أتاتورك ويتجاهلون الحديث عن والد كما محمد علي. يقال له أنه اسمه والله محمد علي حسب الرواية التركية، لكن لا أحد يأتي ويحتفي به. بينما أيضا في حزب العمال الكردستاني لا أحد يحتفي بوالد عبد الله أوجلان ويحتفون بأمه، وتاريخ وفاة أمه وتاريخ ولادة أمه وولادة أوجلان. وبعد عمر طويل إذا توفى أوجلان أيضا ستضاف مناسبة جديدة إلى المناسبات الكردية، ونفس القصص المتبعة يعني. فعملية أسطرة ونمذجة أوجلان على ألسنة رجال الدين وضمن حركة يسارية علمانية مناهضة للدين يعني شيء مدعاة للدراسة. يعني هذا انفصام وتناقض مش مفهوم هالحالة. هي بدها يعني أكاديميات متخصصة بالتحليل النفسي والتحليل الاجتماعي والتحليل السياسي حتى تعطينا تصور يعني عن أوجلان وحزب. في فترة في 2010 أنا كنت في تركيا، اتصل بي صالح مسلم وقال أنه إحدى دور النشر العربية تود تأليف كتاب عن أوجلان أو تبسط أفكار أوجلان للقارئ العربي، وأنا رشحتك يا هوشنج أنه تؤلف هذا الكتاب. ودار النشر العربية يعني ستغطي نفقات وأتعاب الجهد اللي أنت رح تبذله في تحضير هذا الكتاب. هذا الكلام قبل 11 سنة وأكثر. فأنا سررت. أنا كنت وقتها أبوتشي ومؤيد لحزب العمال الكردستاني. سابقا قرأت كتبه دفاعا عن شعب ومن جمهورية الرهبان السومرية إلى حضارة ديمقراطية. أعدت القراءة مرة أخرى، ووقتها كانت يتم ترجمة كتابه الأخير مانيفستو الحضارة الديمقراطية. بدأت بإعداد هذا الكتاب وإجراء بعض المقاربات ما بين تجربة أوجلان وتجربة قادة وفلاسفة آخرين. هذا الكتاب كان فيه بحدود يعني 5% شوية نقد، 95% مدائح و5% بالنقد. طبعا الكتاب يفترض أن يرسل إلى دار نشر عربي وهي التي تحكم وتقيم هذا حسب كلام صالح مسلم، ولكن الحزب بدأ يقرأ وتأتيني تقارير من الراحل رستم جودي ومن آلدار خليل اللي بيقروا بالعربي وكذا ويقيموا هذا الكتاب. وهون طبعا حاولوا أن أخفف من جرعة النقد الموجودة في هذا الكتاب لحزب العمال الكردستاني ولعبد الله أوجلان. طبعا أنا الهدف أنه أفكار هذا الرجل تصل، يعني إذا وصلت 60% أو 70% من هذه الأفكار للأوسط العربي هذا إنجاز، مع وجود يعني شيء من الموضوعية في أن يكون في شيء نقد في يعني الكاتب. هذا الكاتب اللي يتناول هذا لا يتناوله من منظار حزبي بحث صرف، يعني لا، يعني من منظار نوعا ما هامش بسيط جدا من الموضوعية والحيادية، أنه يكون في انتقادات. طلبوا مني أنه أنا أخفف لهجة الانتقادات، خففت شوي، اعترضت وخففت شوي.
طلبوا مني إزالة كل الانتقادات، رفضت مش بس إزالة الانتقادات، رفضت نشر الكتاب حتى يعني ضمن أدبيات حزب العمال الكردستاني كمان رفضت وقت ذاك، وأنا كنت بحاجة يعني وتبين لي إنه الموضوع لا دار نشر عربية، لا يعني مطبوعة حزبية، ومطبوعة حزبية ما راح شارك فيها الموضوع. والآن عندما أعود إلى هذه المخطوطة، إلى هذا الكتاب، أخجل من نفسي يعني. يعني كيف كتبت بهذه الطريقة؟ طبعا هذا الكلام قبل 11 سنة، مع يعني كمية النقد الضئيل جدا الموجودة في ذلك الكتاب، وأنا مؤيد ومساند وداعم لحزب العمال الكردستاني في تركيا. مقصدي من كل هذا الكلام يعني عملية الخرافات والأوهام والأسطرة المنسوجة حول عبد الله أوجلان للأسف الشديد تكرست في الواقع الاجتماعي، وكل من الآن يعني يعتبرون أنه هو موجود في السجن لا ينبغي نقده. إذا طلع من السجن كمان لا أحد يجرؤ على نقده، لأنه هو أصلا لما كان برات السجن من المؤيدين ومن رفاقه اللي انتقدوه تم تصفية هؤلاء الرفاق الذين تجرؤوا على انتقاد عبد الله أوجلان من داخل الحزب. إذا نفس الأصولية والسلفية الموجودة في الحركات الجهادية الإسلامية موجودة. هنالك أصولية وسلفية مقيتة مقززة مقرفة قميئة داخل حزب العمال الكردستاني، اللي بتمنع أي عملية نقد حتى داخل المؤسسة الحزبية. يعني بيحكوا كتير عن النقد والنقد الذاتي ومن هالقصص هي كلياتها. هذا النقد الآن ممنوع حدا ينتقد جميل بايك أو دوران كالكان أو القيادة، وممنوع حدا ينتقد عبد الله أوجلان أيضا داخل المؤسسة الحزبية، لأنه هذا يشكك من اليقينيات، يشكك من الدين، يدعو إلى دين جديد داخل المؤسسة الحزبية الأوجلانية اليسارية. يعني الوثنية في هذا الحزب بهذه الدوغما العقائدية يعني خلقت مستويات متعددة من الفاشية التي تتغذى على الجهل وتتغذى على التكرار، يعني تكرار الباطل، الخرافة التي بالتقادم يعني تحولت إلى حقيقة دامغة وإلى يقين لا يتزعزع لدى الكثير من الأوساط المؤيدة والموالية لحزب العمال الكردستاني. هل يعقل أنه السروق النتوي القائد أنه يكون هيك؟ نعم هيك، وأسوأ من هيك. يعني هنالك بعض الحمقى والجهل والتافهين أحيانا بيقولوا والله لم يكن يملك قرشا فلسا وكان في جيبته، بس لما اعتقل $700 شو عم يسوي بجيبته؟ ما كانوا $700. ما كان يعني أحد المسؤولين اليونانيين في مذكراته تقاعد وكتب مذكراته أنه كانت هنالك حقيبة أوجلان حريص دائما يعني متمسك بهذه الحقيبة، إلى درجة أنه اليونانيين ظنوا أنه هذه الحقيبة ربما تكون مفخخة، أنه أوجلان عندما يعتقل أو يشعر بمكروه يفجر هذه الحقيبة ويصبح شهيد القضية وشهيد كردستان. لكن فيما بعد عندما اعتقل وفتحوا هذه وكانوا خايفين، يعني حطوا هاي الحقيبة تحت الاسكانر، شافوا انه فيها مصاري وكمية يعني مئات آلاف دولارات يعني موجودة في هذه الحقيبة، مش $700 يا غبي. يعني
ويعني للأسف الشديد الكثير من البسطاء والسذج والجهل يصدقون هذا الكلام. يعني أوجلان صوره يعني، وسأنشر بعض الصور يعني ومن مصادر الحزب، يعني صور أوجلان وهو يتجول في المناطق السياحية في سوريا هو ورفاقه، ولم يكن يعني محروما من أي شيء أبدا. لا هو تحت الإقامة الجبرية، لا أبدا، كان موجود في يعني في اللاذقية، موجود في تدمر، بيسافر على الحلب، بيجي أحيانا على القامشلي، في دمشق، ريف دمشق، لبنان. يعني الرجل كان يحظى بحركة ولا أحلى من هيك، لا يحلم بها، لم يحلم بهذه الحركة أي من قادة الكرد وقادة العالم الثوريين والمناضلين للأشوز مثل ما حظي أوجلان. أوجلان لم يكن محروما من أي شيء أبدا، وحتى الآن يعني في سجن إمرالي أيضا يحظى بحماية سلاح الجو التركي وسلاح البحرية، و في أمان. والصور التي تظهر من سجنه يعني تظهر تكشف يعني أنه صحته ممتازة، والرجل يبتسم ويتفاوض مع الميت التركي ويتواصل مع حزبه ومع المسؤولين الأتراك والمؤسسة الأمنية التركية، ولا في تجريد ولا من هالتجريدات سرسروكاتية ومن كل هالأكاذيب وهالخرافات التي يروجها الإعلام حاليا، إعلام حزب العمال الكردستاني حاليا عن زعيمه إيش اللي في الواجهة، والزعيم الحقيقي يعني معلوم أنه هو حاليا جميل بايك. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.